ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم زي الفل. الفيديو بتاع النهارده هكلمكم فيه عن اكتر الغسولات بتاعه البشره الدهنيه اللي اتعمل عليها ضجه واللي انا جربتها الفتره اللي فاتت. مين حلو ومين وحش، مين غالي مين رخيص، مين يستاهل سعره. انا مش عارفه ارتبهم، وخصوصا ان كمان اسعارهم متفاوته قوي، يعني في منهم اقل من 50 وفي اكتر من 150. فبصوا خلينا اتكلم عن مثلا اكتر واحد عمل ضجه الفتره اللي فاتت، ستارفيل كلينزر. ده تقريبا اكتر غسول عمل ضجه الفتره اللي فاتت بسبب ان هو بيقول انه شبه لاروش باسيل او فيشن نورماديرم، او مايل شويه على حاجات تانية كده من الحاجات الغاليه اللي سعرها تقريبا 400 جنيه في السوق. فخليني اقول لكم قصته معايا. اولا انا ما كانش في دماغي خالص ان انا اجربه، لان انا جربته زمان قوي الفورمولا القديمه اللي هي كانت ازازه لونها شفاف وكلت بشرتي نشفتها لي. فانا كان عندي مشكله مع ستارفيل الصراحه، ما اكذبش. بس الصدفه كنت في الصيدليه اللي احنا بنتعامل معاها ولقيت الغطا بتاع ده مكسور، فجبته كده وشيلته حطيته على جنب. فلقيت الصيدلي بيوفر يعني ان هو هيديهولي ب60 بدل 90، فحسيت الغسول بيقول لي ارجوكي خديني، فاخدته خلاص. تاني حاجه بقى شجعتني ان هو 200 مللي، وده دايما اي غسول بيبقى مثلا 150 ماكسيمم. فانا لما لقيت ده 200 مللي لقيته لا بجد انا خلاص هاخدك. رابعا بقى والاهم ان ستارفيل بتنزل اوفر دايما واحد وعليه واحد، مثلا الاثنين بيبقوا ب100 وحاجه، فالواحد ماكسيمم بيبقى مثلا ب 60 70 جنيه. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي تخليني اتشجع ان انا لو حبيته اقدر اجيبه تاني. طيب هو ده كده كل الاوبشنز الخارجيه اللي فيه. ايه بقى من جواه؟ يعني ايه الانجريدينتس بتاعته او ايه المكونات بتاعته؟ اول حاجه في سلسليك اسيد. واللي ما يعرفش السلسليك اسيد هو نوع من انواع الاحماض اللي بتساعد على تقشير طبقات الجلد الميت، البيتا هيدروكسي اسيد اللي هي البي اتش اي. والحلو كمان في البي اتش اي او البيتا هيدروكسي اسيد ديت، المشتقات ديت، ان هي بتقدر توصل لطبقات اعمق في الجلد وبتدوب بالزيوت اكتر ما بتدوب الشوائب والحاجات الموجوده. فهي بتشتغل على انها فعلا تقلل من افراز الدهون. في اي حاجه فيها سلسليك اسيد انا بعزها للبشره الدهنيه او البشره المختلطه او اللي عندهم افراز دهون. تاني حاجه في زيت شجره الشاي، وده مضاد للبكتيريا ومضاد للحبوب اللي بتسبب البكتيريا تنشط، او البكتيريا اللي بتبقى مسببه بسبب الحبوب. يعني اي حاجه ليها علاقه بالحبوب والبكتيريا زيت شجره الشاي بيقدر ان هو يلتهمها كده. في بقى شويه حاجات تانية زي زيت اللوز، ده اعتقد هيساعد على الترطيب شويه، وتقريبا ده ما كانش موجود في الفورمولا القديمه. الفورمولا القديمه كانت رهيبه، ما كانتش بترطب خالص. تجربتي الشخصيه بقى بعيدا عن كل الكلام دوت، عمل ايه في بشرتي؟ اول فتره بدا يطلع لي حبوب، والكلام ده كلام طبيعي لان هو بيبدا ينظف من الاعماق. سلسليك اسيد والغسولات عامه لما بتبقى طبيه قويه بتبدا تنظف الطبقات الداخليه اللي مش بتنضف كتير، فبيطلع فسافيس صغيره وحبوب. بس لو زادت وكترت قوي وقفيه. لكن انا طلع لي شويه صغيرين وبعد كده لا اختفوا خالص، وبشرتي بقت احسن بكتير من الاول. وحلو قوي ان بعد ما بتغسلي بشرتك بيه بيسيب بشرتك منوره حبه، مش زي الغسولات اللي بتغسلي تحسي انك ما عملتيش حاجه، لا بيسيبها منوره حبه. فبالنسبه لي غسول جامد حلو، يعني نقدر نديه مثلا بلاش 9 خليها 9 ونص. تاني اشهر نوع غسول على مستوى العالم تقريبا، اكتر حاجه معروف ان هو بيقضي على الدهون وبيقضي على الفلوس، مشهور قوي بالموضوع ده، توبي جنت. بصوا يا جماعه، توبي جنت بالنسبه لي جامد في كذا حاجه ومش جامد في كذا حاجه. خليني ابدا معاكم بالحاجات اللي مش عجباني فيه، وهو انه بيخلص بسرعه قوي. 150 مللي انت بتحتاجي تقريبا بامب او 2 بامب منه فومينج عشان تغسلي بشرتك كلها وتبقى نظيفه. فدي اول حاجه، بس انا مش بيعجبني ان هو بيخلص بسرعه. طيب ايه مميزاته؟ اولا انا بعشق اي غسول فومينج للبشره الدهنيه، لاني بحس ان الفوم بينظف اكتر واسرع من اي حاجه. سعره كان 160 تقريبا او 180. تعالوا بقى اكلمكم عن تجربتي وعن المواد الموجوده جواه. اول حاجه عايزه اكلمكم عنها هي الراس ديت. الراس دي بنستخدمها من مره لمرتين في الاسبوع، حلوه جدا وبتعمل سكراب لطيف، وهي سيليكون جنتل كده، بس لازم نغسلها قبل ما نستخدمها. يعني انا بطلع كميه كده من الغسول واغسلها تحت الميه عشان لو في اي بكتيريا متراكمه، بعد كده ببدا استخدمها على بشرتي مرتين بس في الاسبوع. بيجي معاها الغطا بتاعها ده اللي هو بيلم الدنيا الصراحه، وبيخليها على قد ما تقدر ما تلمش تراب او شوائب او كده، بس مع ذلك زي ما قلت لكم لازم اغسلها الاول. ايه بقى المكونات اللي هو مكون منها؟ في الوفيرا اكستراكت او يعني مستخرج الالوفيرا، وده طبعا هيرطب. تاني حاجه في ساليسيليك اسيد، في تي تري اويل نفس الموضوع، كمان في بنسينول علشان يرطب الدنيا اكتر، وفي جلايكوليك اسيد ودي من الحاجات اللي بتقشر طبقات الجلد، في عسل وده برده مواد مرطبه. فهو لو هنتكلم عن المكونات فده في مكونات اكتر، بس لو هنتكلم عن الحجم والسعر وبتاع مش عارف ايه، فهسيب لكم انتوا طبعا الاختيار، بس انا اختار ستارفيل. يعني كل واحد يقول لي كده ايه شايف انه مين احسن، او لو جرب حاجه يا ريت يقول لنا في الكومنتس برده. كالعاده اي غسول جديد بستخدمه طلع لي حبوب، بس ده طلع لي فتره اطول.
يعني ده تقريبا طلع لي حوالي اسبوعين او 3 اسابيع حبوب، تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي. لما كان خلاص قرب يخلص بدات بقى بشرتي تتصلح. عشان كده بقول لكم بيقضي على الحبوب وبيقضي على الفلوس، انت مش بتلحقي يعني تشوفي منه ريزلت، بتبقي محتاجه تقريبا تجيبي واحد تاني. فانا بالنسبه لي دوت مش هجيبه تاني، مش حاسه ان انا عايزه اجيبه تاني، لان انا عجبني ستارفيل اكتر. انا ادي ده بالنسبه لي 8/10 علشان الحبوب اللي طلعها لي فتره طويله، وعشان بيخلص بسرعه جدا، وعشان كميته صغيره الصراحه. تالت نوع هو نوع مش مشهور قوي، مش هقدر اقول لكم ان هو تعرفوا تجيبوه من اي حد، بس هو بيوري سكين اللي هو ده، وهو ده قديم قوي قوي عندي، حتى البوتل متوسخه جامد، وده اصلا الشكل القديم. هسيب لكم هنا الشكل الجديد. الصراحه بيوري سكين من اكتر الغسولات اللي كانت جامده معايا، فيها ساليسيليك اسيد وفيها AHA وفيها BHA، فيها مقشرات كتيره جدا وحلوه قوي. فانا بالنسبه لي لو حد بيعرف يتواصل للناس اللي هم بتوع اوريفلام ويعرف يجيب منهم حاجات سعره كويس قوي، وفي تونر وفي موسترايزر اللي هو اللوشن بتاعهم نازلين هم الثلاثه مع بعض، بينزلوا هم تقريبا ب 200 جنيه. فانا بالنسبه لي ده اوبشن برضو، قلت اقول لكم عليه عشان لو في حد بيعرف يتواصل مع الناس اللي هم بتوع اوريفلام، او بيعرف او هو نفسه بيشتغل في اوريفلام، من الغسولات الجامده اللي جربتها. وبما اني برضو كنت بشتغل في اوريفلام فتره طويله ووصلت فيها رتب عاليه، وكنت ببقى فاهمه قوي في الانجريدينتس او المكونات بتاعه البرودكت بتاعتهم، غسول زيت شجره الشاي مش احسن حاجه خالص ممكن تجربوها من اوريفلام. بحسه بتاع ناس صغيره في السن اكتر، اللي هم الناس اللي هم فعلا 11 سنه 12 سنه، اللي هم بتوع الحبوب، حب الشباب الصغيرين دول او سن المراهقه، لكن مش بتاع الناس الكبيره اللي هم 20 سنه او الكلام ده. فلو برضو حد اقترح عليكم ده ما تجيبوهوش، ما عجبنيش. بما اني من الناس اللي بيحبوا البيئه وما بيحبوش يرموا البلاستيكات عامه، فانا دايما بستخدم كل العلب اللي بيجيلي. فانا عاوزه اتكلم عن الغسول دوت اللي هو ده شكله، هسيب لكم صورته الحقيقيه، بس انا بحب اشيل الستيكرز قوي عشان بحب احس ان انا كاني اشتريت الازازه دي، يعني بستخدم فيها اي حاجه تاني. انا خلصت الكلينزر دوت اللي هو بتاع كلين اند كلير اللي لونه اخضر. كلمتكم عنه قبل كده من اكتر من سنه، قلت لكم ان هو كان عاجبني جدا وحلو وسعره كويس جدا، تقريبا ما كانش بيتعدى 60 جنيه، وفعلا كان بيشفط الزيوت الموجوده، بس ما كانش بيعالج معايا الحبوب. مش عارفه ايه الفكره، بس يمكن يكون في ماده بتدوب الدهون ما بتدوبش الحبوب، بس ما اعرفش ليه. بس هو حلو جدا، جنتل برضو، ينفع للناس اللي هم سنهم صغير. نيجي بقى لاخر نوعين غسول، الفئه السعريه بتاعتهم اقل من 50 جنيه. هقول لكم في مين فيهم احلى بالنسبه لي، وكل واحد ايه عيوبه ومميزاته. بوبانا اللي بالفحم، فاتيكا ديرموفيفا بتي تري اويل وبذور العنب. خليني ابدا ببوبانا. اولا انا جبت الحجم الصغير، ويا ريتني كنت جبت الحجم الكبير، وده معناه انه عجبني فعلا، حلو جدا، بينظف كويس قوي، ريحته حلوه جدا. واحلى حاجه في حاجات بوبانا ده واللي بالهيرونيك اسيد ان الاتنين بيدوا اضاءه رهيبه للبشره، بينور البشره قوي بعد ما بتغسليه، بتحس ان بشرتك نورت، وشك نور بجد. فانا بحب الحته دي قوي في غسولات بوبانا. تاني حاجه هو مش بيعالج الحبوب، مش دعوه باي حاجه، هو بس بيقلل من افراز الدهون اللي موجود بس. يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي انت هتحبيها في بوبانا دوت، ان انت مثلا في فتره بشرتك كويسه او في موسم اللي هو الخريف انت عايزه تجيبي حاجه بشره دهنيه عشان بتفرزي دهون، وفي نفس الوقت مش عايزه تشتري حاجه غاليه، اشتريه حلو، بس لما تكون بشرتك كويسه وما فيهاش حبوب. ده حجمه 50 مللي، كان سعره 15 جنيه، والكبير كان بيبقى ب 35 وحجمه 150 مللي، وانا دايما بحب اجيب الكبير، بس وقتها ده ما كانش موجود منه الكبير. نيجي بقى دوت حجمه 150 مللي، وبيبقى محطوط عليه 35 مللي كجفت، سعره كان حوالي 20 او 25 جنيه. في زيت شجره الشاي، وفي بذور عنب، وفي الليمون الاخضر. بالنسبه لي ده حرفيا مش بيعمل اي حاجه غير انك بتبقي بتقنعي نفسك انك بتغسلي بغسول، مش بيطلع حبوب، مش بيعالج حبوب، ولا بيقلل من افراز الدهون. هو بينظف البشره كويس. بس ايه بينظف البشره كويس؟ يعني مثلا لو حاطه ميك اب، حاطه بواقي، مش عارف ايه، في حاجه عاوزه تشيليها او يعني تستخدميه كغسول، هو بس هل هو بيعمل اي حاجه غلط على البشره؟ لا، ولا اي حاجه خالص. هو بينظف كويس، بيشيل بواقي الميك اب، بواقي الحاجه زيه زي اي غسول، بس ملوش علاقه خالص لا بالدهون ولا بالحبوب. فانا بالنسبه لي حبيت بتاع بوبانا اكتر لو هنقارن، يعني بما ان الاتنين سعرهم اقل تقريبا من 50 جنيه واقل جدا كمان، فانا الصراحه اجرب بوبانا تاني، بس ما جربش ده تاني. بس كده انا خلصت كل انواع الغسولات بتاعه البشره الدهنيه. اتمنى تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. لو عندكم اي سؤال سيبوه في الكومنت، لو حد جرب حاجه منهم وعاوز يقول الريفيو بتاعه في الكومنت يا ريت يقول. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.